ما هو بص، لا تقول كلام في محله هتقول حل وحل. ايوه. سجل بس، ورقه وقلم ورقه وقلم. الاهلي هيكسب 2-1. مين اللي هيجيب الجونين؟ اللي هيجيب الجون الاول تريزيجيه. سجل الكلام عشان ما يفوتكش، هيفوتك وهتيجي في الامتحان تقول ما عرفت. سجل. تريزيجيه هيجيب جون، ايوه. هتظبط معاه بعد 5. هي الارتو بتظبط بعد 5، يشوط 4 ما يجوش والخمسه جون ان شاء الله. مين اللي هيجيب الجون بتاع الزمالك؟ ناصر منسي. سجل يا ابني. ناصر منسي، ايوه. الاحياء. يا عم ماتش الاحياء ده سهل اصلا. هما ورقتين يا اسطى. هو انت شايف انا معايا ورقه اهيت، انا معايا ورقه دي لما ماتش الاهلي والزمالك. ماتش الاحياء هما ورقتين. ذاكرهم وخش. تمام. يلا سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابطالنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير صحه سلامه. اهلا بك يا صديقي في ليله امتحان الاحياء. انا عارف انت قاعد دلوقتي اسمع الفيديو سين واسمع الفيديو صاد، ولكن هذا لا يكفي يا صديقي. هذا يكفي لان الاحياء عندنا خطه. كل حاجه لازم خطه. ومن الروايات الخاطئه اللي هم سالوا عمك اينشتاين، قالوا له يا عمو اينشتاين نعمل ايه في الاحياء؟ قال لهم لا دي مش قصتي يا ابني، روح لمين؟ قال لك روح لابو صلاح. ابو صلاح ده اللي هو انا كان لسه يعني كان في علاقات بينا كده، علاقات حب واحترام، ولكن يعني ايه محدش رواها. تمام. دي روايه خاطئه، بس انا ايه عايز اعمل شو، عايز اعمل شو قدامك. انا عايز انجح بس ازاي؟ بطل تنطيط يا اخي، انتبه لدروسك. فكرك ما حاولتش كتير وشرفك لكن ما قدرتش. كل ما انا اذاكر افتح صفحه في الكتاب الاقي حلقه اجنبيه في التلفزيون، اقلب الصفحه يطلع لي ماتش كوره في القناه الثانيه، اقفل عليا باب اوضتي واقول اللهم اخزيك يا شيطان، يطلع لي المرحوم عبد الحليم حافظ ينكدها في وشي ويسودها في حياتي ويقول لي طريقك مسدود 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 يا والدي مسدود. تعالى انا هقريك دي طول الفيديو فاستحمل لي بقى، ماشي؟ تعالى اقول لك ازاي نلم الاحياء في 5 دقايق، وهينزل فيديو نص ساعه تلم الاحياء كلها، وهينزل ورقتين كاملين كده خدهم ببلاش عشان ما حدش يتهمنا. لم بهم الاحياء. وعلى ماتش الاهلي والزمالك، هو انا شايفه هو مشابه للفيديو بتاعنا. ليه؟ الاهلي عايز يصالح جمهوره وانا عايز اصالح حبايبي. صراحه يعني هعمل ايه تاني؟ هنزل لك الاحياء بالكامل في ورقتين بالكامل، خدهم كده وعلى ضمانتي. اتكل على الله. بعد كده الورقتين دول هنزل فيديو ازاي تعتمد عليهم ليله الامتحان كاملا مكملا. تاخد تذاكر الورقتين، تخش تنام، تصحى الصبح تروح الامتحان، حط الورقتين في ورقه الاجابه. تمام. بس عندنا خطه، يعني ورقتين لوحدهم هل يكفوا؟ والله يكفوا، لكن في ناس معقده نفسيا كده وهيتعقدوا اكتر بعد ماتش الاهلي والزمالك لو سمعوه يعني، ولكن عشان كده هنعمل لهم خطه. لاحظ صديقي عندك 3 حاجات. اول حاجه تلم المنهج بالكامل، ده عن طريق حاجتين. اول حاجه فيديو. انت ما عندكش وقت والدنيا لسه يعني مزنقه معاك، انا عارف الناس الدنيا مزنقه معاها. تسمع الفيديو اللي هنزله يكون نص ساعه. لم الورقتين بالكامل، تخش تذاكر الورقتين، هياخدوا منك الفيديو بالورقتين كده بحبشتكناتهم هياخدوا منك تقريبا ساعه ونص تلم الاحياء. بالنسبه حاجه رقم 2 يا صديقي، تحل كتاب المعهد. وده الصراحه ناس كتير منزلاه، مش ناس كتير، هو واحد بس. طب الازهر يا صديقي نزل حل كتاب المعهد بالكامل تقريبا، مش فاكر الفيديو ساعه او قد ايه، بس هي الدنيا زي الفل. هتحل كتاب المعهد مع الورقتين مع فيديو طويل الازهر برضو مع الفيديو بتاعنا، الدنيا كلها تلخص معاك في 5 ساعات. تخش الامتحان قفل الماده 20 من 20 حبيب قلبي. تمام. نيجي بقى ثاني حاجه اللي هي الادب والنصوص والمطالعه. زي ما اقول لك الاحياء ما تنساش تحل السنين السبع. حل السنين السبع ده عندك وقت، ما عندكش وقت اكتفي كتاب المعهد والورقتين والفيديو والدنيا زي الفل. تمام. نيجي الادب والنصوص والمطالعه، ماده عقيمه وماده مكروهه من الطلاب ومكروهه من المدرسين نفسهم، ولذلك انا مش هعمل فيهم برشامه. انا بعبيط وعملت فيهم برشامه. ولذلك صديقي اقول لك تعمل ايه. عندك 2 مستر سعيد الفقي ومستر ابراهيم طنان. مستر ابراهيم طنان من الادب والحبشتكنات دي كلها في ساعه، خد الساعه ديت زي الفل. وعندك مستر سعيد الفقي شغل عظمه، شغل تقيل يا جماعه. الادب لوحده والنصوص لوحدها والمطالعه لوحدها. الناس اللي هي بتحب السنس ديت ناس عارفهم، اكيد انت عارفك يا خلبوس، انا عارفك كده. هل دي كانت حياتك؟ بعد كده هتاخد الفيديوهين دول، يعني فيديو مستر سعيد وفيديو مستر ابراهيم طنان. ممكن ابسط لكم اللينكات، ولكن ابحث عنها عشان فاضيين احياء وماتش القمه والدنيا خربانه. ماشي كده. انت لميت الادب والنصوص. تيجي لي بقى بكره الفيديو بتاعنا هينزل وقت ايه؟ بكره تخش على السيرش تكتب كافيه الثانويه الازهريه، هيطلع لك الفيديو. هكون ان شاء الله منزل لك صوره قويه ليه تسمعوا وانت طابع الورقتين. هنزل لك الورقتين هينزلوا وقت ايه يا ابو حميد؟ هينزلوا وقت ايه؟ هينزلوا ان شاء الله بكره الصبح. الفيديو هينزل وقت ايه؟ هينزل بعد الظهر
بعد الظهر ان شاء الله هحاول انزله بعد الظهر، انزله بدري عشان تذاكر كده وترستق دنيتك وتظبط امورك، ويعني تشوف هتلبس ايه وانت رايح اللجنه، عشان في ناس بتلبس ايه. انا بعمل ايه؟ انا تلاقيني لابس اروح جاي واخد بعضه رايح الامتحان. عايزين حاجه؟ سلام عليكم. تمام يا صديقي، بس كده الفيديو. انا عارف اللي هو يعني في حاجات ما تهمكش، ولكن روح نام. طبق اللي قلنا عليه ان شاء الله تقفل احياء، وقلب مطالعه نصوص ماده عقيمه. واحسن حاجه، عارف احسن حاجه ايه؟ اللي هو مفيش مطالعه وانشا في بتاع في ثالثه ثانوي. دي احسن حاجه والله، لان بتاع الانشا انا بشوف ناس جايب 14 في الانشا، يعني ما اعرفش ليه 14. مش عارف، هل المفروض يكتب زي نجيب محفوظ مثلا؟ يلا صديقي سلام بقى. تنساش تكتب لنا كومنت كده، امان عليك اكتب لنا كومنت تحت يعني كده، فاهم؟ وتشير الفيديو بقى كل اصحابك، اي حد ما تعرفوش او تعرفه شير الفيديو. تمام؟ عايز حاجه؟ سلام. حاجه